أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. النهاردة عنوان حلقتنا الستات عايزة ايه. كتير مننا سمع الحلقة بتاعت أحمد حلمي على برنامج AB توكس. كان بيتكلم عن اللغة الثالثة وازاي الراجل والست لازم يبقى فيه بينهم لغة مشتركة عشان يقدروا يفهموا بعض. فساعتها افتكرت بعض الستات كنا قاعدين مع بعض، فلقيت كتير جدا يعني بيشتكوا من أزواجهم. كل واحدة بتشتكي من جوزها. فالمجمل اللي استشفيته ايه؟ ان في واحدة بتقولي ان جوزها دايما مش بيهتم بيها. فقلت لها يعني ايه انتي، يعني ايه الاهتمام بالنسبة لك؟ قالت لي ما بيتصلش بيا، ممكن يقعد طول النهار بره ما يرفعش سماعة التليفون يسأل علينا، لما يرجع ما يسألهاش كان ايه يومك، كأنها مش موجودة. دايما بتقولي انا حاسة ان انا متجوزة بس مش متجوزة، انا مش حاسة ان انا موجودة في حياته. الست مننا بتحب اهتمام، بتحب كلام حلو، بتحب اللي يديها طاقة ايجابية. هي بتقولي انا مش شايف اي حاجة من دول. حتى الخروجات بتقول بينا بقت قليلة جدا، بقت خروجات نادرة. بتقول ان هو بيقضي وقت فراغه ما بين التلفزيون او ماسك الموبايل، لكن وقت مخصص لينا ده مش موجود. هيجي واحد يقول لي ما هو الستات صراحة طلباتها مملة وما بيشبعوش، ومهما عملنا لهم مفيش حاجة بترضيهم. تعالوا نشوف الستات عايزة ايه. اول حاجة، الست تحب ان هي تشوف نفسها في عين جوزها. تشوف نفسها في عين جوزها يعني ايه؟ يعني تحس ان هو شايفها ست، شايفها حلوة، عملت اكلة حلوة يقول لها الله تسلم ايدك، تعبت يطبطب عليها، تحس ان هي متشافة. في ستات كتير بتحس ان هي مش متشافة، بتحس ان هي شبح. احمد حلمي في المقطع بتاعه كان بيقول ان الست لما بتتكلم هي مش عايزة حد يلبس قبعة الحكيم، لا، هي عايزة حد يطبطب ويسمع بس. هل انا كراجل او هل الزوج بيديها فرصة تتكلم؟ هل بيسمعها ولا هي تتكلم وهو ماسك الموبايل؟ وبعدين طيب ماشي، ما انا قلتلك، ما انا مش عارف ايه، ويقدرها. الست عايزة تحس ان هي موجودة. قوليلي عملت ايه في يومك، قوليلي حياتك كانت عاملة ايه النهاردة، قوليلي تعبتي معلش ربنا يقويكي. اي كلام يعني، لكن تحسسها ان هي مش موجودة، شبح زيها زي الكرسي اللي قاعد، محدش هيكلم كرسي، هو بقى بيعملها كأنها كرسي. نقطة، الست تحب بودانها. الست بتحب تسمع كلام حلو. في ست قالت لي ان من كتر ما انا ما بسمعش كلام من جوزي حلو، بقيت لما حد بيعاكسني بره او في شغلها او يقول لها كلمة حلوة بقيت بتنبسط. هي بتقول لي انا عارفة ان ده غلط، المفروض انا الحاجات دي ما تبسطنيش، وان ده مش صح ان انا انبسط بكلام الغريب، بس انا عندي حرمان لان جوزي ما بيقوليش كلام حلو. انا مش ببرر غلطها، بس انا برمي الضوء على نقطة احنا بنفقدها في حياتنا. احنا بقينا من ضغوطات الحياة والاسترس ما بقيناش نقول كلام حلو اللي حوالينا ولا لنفسينا، فبالتالي الناس بقى عندها حرمان. اي واحد عايز يخش الواحدة والرجالة عارفة الكلام ده، يقول لها كلمتين حلوين، ايه ده انتي صوتك فيه حزن، عينيكي مليانة دموع، انتي شكلك تعبانة، ياه، تحس بقى ان انت ايه ملكتها خلاص. وفعلا الستات بتحب بودانها. طيب احنا ليه ما نديهاش الكلام الحلو ده؟ ليه ما نقولهاش كلام؟ مش لازم اقعد طول النهار اسبل واحب فيها، لا، بس اي حاجة هقولها لازم تبقى عارف ان ليها نتيجة حلوة. انا مش بقول الكلام مرسل ولا بقول ما انتوا فاضي. الكلمة الطيبة صدقة. لما تقول كلمة طيبة لحد، حتى لو مش في العلاقات الزوجية او مع الناس، انت بتطبطب على قلبه، بتفرحه. صدقني انت لو قلت كلمة حلوة، انت مش بس هتطبطب عليها، انت كمان هتطبطب على نفسك. دايما في حاجة اسمها تؤمن بالحاجة تعيشها. انت لو امنت ان انت بتعرف تقول كلام حلو، عندك ايمان ان انت ممكن تطبطب على نفسك وتطبطب على اللي حواليك، صدقني هتنبسط.
حتى هتفك الضغط وهتطلع بره دوامة الحياة. تالت حاجة، الست بتحب الاهتمام. اهتمام كأنها بنتك. أيوة كأنها بنتك، يعني خاف عليها، تقلق عليها، تحس بيها وتحس ان هي طفلتك اللي لازم تراعيها وتخلي بالك منها، مش تعاملها كأنها شبح مش موجود. حسسها ان هي طفلة صغيرة وانت الراعي بتاعها، انت ابوها اللي هتخلي بالك منها. البنت دايما تحب تدلع على باباها، تحب لما تطلب حاجة من باباها تلاقيها، حتى لو هو مش مقدرته ان هو يقدمها، لما يقول لها كلمتين حلوين، لما يبقى معايا والدنيا تسمح، انا هبعد عنك الحاجة، صدقيني غصب عني. المعاملة الطفولية للمرأة صدقني بيخليها سوبر وومن، لان الكلام الحلو والاهتمام بيدي طاقة. الستات بتاخد الطاقة من احساس ان في حد معاها مهتم بيها، دايما بيدعمها بيسندها. رابع حاجة الست بتحتاجها ان يكون زوجها شريك ليها، مش نائر ليها. الست دايما طبعا هي لها المساحة الخاصة بتاعتها، والزوج ليه المساحة الخاصة، بس الست بتحب ان الراجل يشاركها في حياتها، يشاركها في بعض القرارات اللي خاصة بالبيت، يقول لها رأيه، وهي تقول رأيها، ونخش انا يعني نتفق احنا الاتنين على نقطة واحدة. لكن في رجالة لا، هي انا دوري اجيب فلوس وهي دورها تشيل البيت كله. طب ما انت كده حولتها الراجل. ما هو الراجل بيعمل ايه؟ الراجل بيتحمل مسؤولية. دايما الراجل هو رأس المرأة، الراجل هو اللي مسؤول عن الست، هو الباور، هو اللي معاه الباور. لما انت تديها اعملي كل حاجة وانا اجيب فلوس، لا ده مش باور، انت كده حولتها لراجل. راجل انت بتشيل كل حاجة، مطلوب منها ان هي تعمل كل حاجة وتبقى ست، لا هي مش هيبقى عندها وقت. ما تنساش ان ضغوطات الحياة عملت لود زيادة على الناس، الأطفال نفسهم مضغوطين، ما بالك اللي متحملين مسؤولية بيت وأسرة وقرارات. الست دايما بتفكر في بكرة، الست دايما عايزة تبقى أحسن حاجة لعيالها، تقدم لهم أحسن حاجة، البيت هيبقى أحسن حاجة، أسرتها أحسن حاجة. الستات مضغوطين لأن هما دايما بيفكروا كتير قوي قوي قوي. عيالي محتاجين ياكلوا يشربوا يدرسوا كويس، صحتهم تبقى حلوة، أعيشهم في بيئة كويسة، يطلعوا سويين نفسيا. جوزي محتاج مني اهتمام رعاية، محتاج يشوفني حلوة، محتاج ابقى عقلية حلوة، محتاج. طيب ما كل دي ضغوطات، تيجي انت بقى شيل مسؤولية البيت، انا ماليش دعوة باي حاجة، انا عليا اجيب فلوس وانت عليك البيت. انت كده حولتها الراجل، خلاص. هي لو بتجيب فلوس يبقى انت سوري مالكش لازمة، لا هي عايزة شريك، هي تقدر تشيل المسؤولية. بس السؤال بقى لما هي تشيل كل حاجة، امال انت ايه وجودك؟ لا هي محتاجاك، ومهما كانت مبينة ان هي قوية، لا هي محتاجة حد يشترك معاها في القرارات، حد يساندها في قراراتها. هي مش شخصية مترددة ولا شخصية مش عارفة هي عايزة ايه، لا هي عايزة حد شريك، بارتنر، احنا الاتنين نشترك في قرارات، لان البيت مسؤوليتي ومسؤوليتك. خامس حاجة، الست عايزة سند. هيجي يقول لي لا، ما هي سندها الفلوس وسندها بيتها وبسندها مش عارفة ايه، كل ده كلام في الهوا. الست مهما كانت معاها فلوس، مهما كانت قوية، مهما مبينة ان هي جدعة، مهما مبينة ان هي سوبر وومن، هي محتاجة سند. الست حتى لو هي مش عايزة تتسند، هي عايزة تحس ان في سند وراها، في حد هيسندني لو وقعت، في حد لما اقع هيمديله ايده ويقومني، في حد ممكن ما يخلينيش اقع. لكن الست لما بتحس ان الراجل مش سندها بتتكسر من جوه، بتتكسر وبتبقى مستنية اي حد تاني يكون سند. انا مش ببرر غلط لحد، بس هل احنا هنستنى لغاية ما اليوم البيت يقع؟ لا. يبقى انا كراجل او كزوج او كشريك حياة، انا مش هتكلم بصفة ست، انا كشريك حياة
لازم اكون سند لشريك حياتي. ما ينفعش اقول لا اصل انا كمان محتاجه اللي يسندني. صدقني انت لو سندتها او عطيتها الشعور بالسند والامان، هي كمان هتبقى سندك وامانك. الست دايما نفسها تعيش وتحس بالامان مع الراجل. امان يعني انا ابقى موجوده وانا مطمنه وانا معاك، انزل معاك الشارع انا مطمنه، اروح معاك سفر، اروح معاك اخر الدنيا، في احساس بالامان. في ستات كتير لما جوزها بيسيبها، ومش بيسيبها بينفصلوا، لما بيسيبها لوحدها بكل قراراتها بكل حاجه، هي مش بتحس بالامان. انت ايه لازمتك؟ مالكش لازمه. لا، انا مش حاسه ان انا ليا امان. انا اماني فعلا هيبقى فعلا بقى اللي بيقولوه الفيمينست، احنا اماننا في فلوسنا. مع اني صدقني مهما كانت قوتها الماليه وقوتها العقليه وقد ايه هي شخصيه اجتماعيه وقد ايه هي شخصيه منفتحه وي وي وي، هي محتاجه تحس بالامان من جوزها. انا مش ببرر غلط لحد ان الستات تروح تبص بره، لا، انا بوضح نقط انا شفتها مع ناس وعشتها. ان الستات كائنات رقيقه جدا، كائنات ممكن زي البسكوته، مهما بينت ان هي قويه وجدعه وبتتحمل مسؤوليه، هي عايزه راجل محب، حنين، سند، امان، شريك، تحس ان هي في عينه اجمل، احسن واحلى ست في الدنيا. محتاجه تشوف نفسها في عين جوزها. الست محتاجه تسمع كلام حلو، محتاجه اهتمام، محتاجه تعاملها كانها بنتك. الست عايزه شريك حياه، مش نائر ونقير. الست عايزه سند، عايزه امان. الست كائن رقيق،